قول يا شيخ المهم القافله قول. يا أسعد، أنا والله أنا في مأزق. هذا التليفون شوفوا من امس هكذا، من امس هكذا لم آه، يتوقف والله. أنا ايوه. أنا في مأزق. أنا في مأزق لأني فقدت من أجلك أصدقاء دامت صداقتي بهم أكثر من 20 سنة. يا ساتر ليش؟ آه، دفاعا عنك ولحبك للوطن الحبيب المغرب. لكن أنا ليس ما أعيب عليك، لكن ما أعاتب عليك أنه المملكة المغربية الشريفة لكي تحب المغرب وتفهم المغرب يجب أن تحب المغرب بكامل مكوناته، اليهودي منه والأمازيغي والصحراوي والعربي والريفي وإلى آخره. أنا يا أسعد والله العظيم لنا في حيرة. أنا أمي من عائلات بنتو يهودية مغربية وأفتخر بها وأعتز بها، وتقول أن والله ما في أوسخ من اليهود المغاربة. والله يا أسعد أنا أحبك وسأظل أحبك، لكن جرحت أمي التي تحبك. والله لا أمي لتحبك حبا جما كلا، والله وتالله وكالله لتحبك أم... أمي. امك يهوديه؟ يهودية مغربية. نعم، أي نعم. امك يهوديه مغربيه، نعم، اوكي. نعم، وأنا أتكلم العبري وزرت فلسطين المحتلة لأني لست صهيونيا. ليس كل اليهود صهيون. أنا يهودي وأعترف أن بلدي هو المغرب، وسأعيش وأموت وأحيا وأدفن في المغرب. لكن أن تقول يا أسعد أن ما في أوسخ من اليهود المغاربة يا أسعد، طيب لحظه يا والله شيخ القافله، لسقطت. خليني إذا اولا، لحظة بس، هل 10 ثواني بس. انت الان في البيت؟ أنا في البيت، أي نعم. والوالده معك؟ الوالدة في المغرب وأنا في فرنسا. طيب لازم تبلغها هذا الكلام الذي سأقوله. شوف، أنا عندما قلت أوسخ يهود هم اليهود المغاربة، أقصد المتصهينين الموجودين الذي رحلوا إلى في يهود يمنيين، يهود فلاشة، يهود مغاربة، يهود روس. من أوسخ الناس الذي فتكوا بالفلسطينيين هناك هم يهود مغاربة، هؤلاء الذي قصدتهم. وأنا قلت لك يا أخي، وشرحت للدكتور المنار السليمي، وشرحت حتى ليهود مغاربة في الصويرة، أنني ليس لي مشكلة لأنك يهودي. حتى أمك والله على عيني ورأسي. أنا اللي جاري هنا يهودي، والله لو أتأكد أنه موجود أروح أجيبه لكم، ما عندي مشكلة في أنه يهودي. لكن ما رأيك في يهودي مغربي ذهب إلى إسرائيل وأصبح ضابطا إسرائيليا يقتل الفلسطينيين؟ هل يشرفكم هذا؟ يا أسعد، أنت تتكلم مع شخص بكل تواضع. الناس تعرفني، وهناك من زار بيتي وهناك من يعرف قصتي. أنا لدي مشاكل لما زرت فلسطين المحتلة في مطار بن غوريون. الوالد أيضا يهودي بقى ولا فقط الوالدة؟ أنا يا أخي، أنا يهودي لأن أمي يهودية، لكن أحترم الإسلام والمسلمين وصديقي من أعز الأصدقاء لي إمام مغربي معروف ومقرئ في مسجد الحسن الثاني، وهو صديق لي طيب وأفتخر به. الوالد يهودي أيضا؟ الوالد أصله يهودي، لكن لا ديانة له، لا يعتنق أي ديانة، وهو يحب لا ديني، المسلمين لا ويعيش ديني. في المغرب، ويعيش في المغرب بسلام، ويعيش مع المغاربة بحب، ويحب المغاربة ويحب الملك، ولو علاقة حب يعني تجمع بالمغرب والمغاربة، وورث لي هذا الحب ويعني وأعطاه لي، وأنا أحب ملكي ووطني وبلدي، وسأظل أدافع عنه حتى آخر نفس ورمق من حياتي. لكن يا أسعد أن تقول أنا والله لا أعرف يهودا في أسمع في فلسطين المحتلة، والله لا يشرفهم ماذا يكرهون. والله اسمع، لا يشغلون الفلسطينيين ويعطونهم السكن. وشوف أنا اتصلت بك بالخاص وسأعطيك، شوف نعطيك أسماءهم وأرقام هاتفهم، هم فلسطينيين وسيشهدون شهادة حق في المغاربة الذين يعيشون هناك، يشغلونهم ويعطونهم أجورهم
ويعني يعاملهم أحسن معاملة، ويعيشون في خير وسلام وفي حب ووئام. وتأتي يا أسعد، والله جعلتني في مأزق، فقدت من أجلك أصدقاء تجمعني وتربطني به لا صداقة ب20 سنة. يا شهي القافلة. طيب أنا أرجوك تسمعني. شوف الله يهديك، والله العظيم ما كنت أدري أولا. جميل أنك قلت لنا أنك يهودي عشان نتعامل معك حسب الديانة. تحياتنا لك والله وللوالدة. يا أخي إحنا عندنا آية في القرآن الكريم توصينا بكم، يعني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أنا عندي ما دمت أنك أنت يهودي لست محاربا، ولا تقتل المسلمين، ولا تحتل مسرى نبيي، ولا تؤيد الكيان الصهيوني، أقسم بالله ليس بيني وبينك أي شيء. أخي في الإنسانية، ولن أظلمك. وإذا رأيتك في لندن أذبح لك خروف إكراما لك. أنا عايش مع اليهود والنصارى يا أخي، هذا ديننا، نحن مسلمين. اليهودي المحارب هذا هي المشكلة معنا، الذي يقتل النساء والأطفال في فلسطين، والذي يدنس مسرى نبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يعربد ويحتل الأرض والعرض في فلسطين. هذا هو الذين لدينا مشكلة معه، كان مغربيا، كان يمنيا، كان أي يهودي من أي مكان جمعوهم. أما أنت كيهودي مغربي والله يا أخي ما في قلبي عليك شيء. لكن يا أسعد سامحني، أنا اطلعت معك مرة ونشرت لك الخرائط، ومن بعدها لما تكلمت مع ذاك الفلسطيني بالعبرية أطلب لك يا باش تطلعني، عمرك طلعتني. وقيل لي أنك تكره اليهود، وقيل لي أنه يعرف أنك يهودي، وقيل وقيل وقيل. والله أنا لا هذا لا أعلم، يهم. والله لا أعلم بهويتك إلا الآن. اسمع، أنا نقول لك حاجة يا أسعد. بالعكس لعلمك، اسمع. والله لحظة في الصويرة قلبت على يهود، لأن أنا لقيت كل أطياف المجتمع المغربي، لقيت الشلحة والسوس، الأمازيغ بكل أنواعهم، العرب، الرحامنة، كل الناس. فكنت أقول لهم يا جماعة أريد يهودي مغربي. رحنا في الصويرة إلى واحد يبيع هذا المنسوجات، يعني يبيع تحف، لكن كان كبير في العمر، كان يرتعش مسكين. قلنا له السلام عليكم، قال وعليكم السلام. قلنا أخي نريد ندردش معك، أنا يوتيوبر وكذا. قال لي تعالوا الساعة 8 في الليل، وبعدين شفناه تعبان فاعتذرنا منه ومشينا. يا أخي أنا ليس لدي مشكلة معكم، ليس لدي مشكلة معكم، وأنا مستعد يوم أفتح لايف لكم كلكم، اليهود المغاربة كلكم تعالوا عندي. أنا لا أعلم أنك يهودي. لحظة اسمع تفضل. وأنا تقول لي ما طلعتك إنه لأنك يهودي، بالعكس أنا قاعد أدوركم أصلا عشان نتفاهم معاكم. أنا سأقول لك آخر كلمة وسأنزل. شكرا لك على هذا الكرم اليمني المعروف. وأنا لي على فكرة عندي أصدقاء يهود في اليمن ويعيشون في اليمن وأعتز بهم. الله. وهم من يعطوني بعض المرات بعض الأغاني اليمنية الجميلة بالعود وبالقات والجلسات. الله يعني الله يهود اليمن عندهم مزاج. نعم جو. نعم وأفتخر بهم. تحية من هذا المنبر. أعرف أنهم بعض منهم يتابعوك، وتحية منهم، وأقول لهم شابات شالوم وما نشمع ونيودير، وربي مولانا يعطيكم الخير والصحة بجد ربي مولانا. أنا ما أطلب منك يا أسعد يعني إنصافا لمكون مغربي كان ولا يزال يدافع عن وحدة هذا الوطن الذي تعشقه. إن ادعيت أنك تعشقه حقا، فالمكون اليهودي مكون لا يتجزأ من الوحدة الوطنية المغربية. نحن ندافع عن الوطن تاعنا من طنجة إلى وادي السنغال قبل الحدود 1912 بالغالي والنفيس، ولن نتوانى أبدا عن إقرار الحب والسلام بين المغاربة أينما حلوا وارتحلوا، ونحن فخورون بمغربيتنا. وعاش الملك محمد السادس. أنت قلت أنك لا تعترف بالصهيونية، قلت لي صح؟ أنا لا أعترف بالصهيونية، وخلقت لي مشاكل في مطار بن غوريون. جلست ساعتين في المطار لأن لي مواقف. أنا في البلطول كنت نشيطا ضد الصهيونية الزيونيزم، وكانت لي مواقف معروفة، والإخوان في البلطول يعرفونني. هل في يهود ضد الصهيونية كثر؟ نعم في من وسط فلسطين وفيهم مغاربة حتى، وفيهم بعض الأوكرانيين ضد، لأن يجب عليك أن تتقرب من اليهود وتعرف أن البلاد الموعودة
بلاد الدين، بيت الدين، فلسطين هي الأرض الموعودة محرمة على اليهود، وإنما جاء الصهيون وعدلوا في التراث، وعدلوا حتى في التلمود في الصفحة 47 ادخلوا أورشليم واحرقوا أشجارها واقتلوا شيوخها وهدموا مناجمها في كتبكم. نعم في الصفحة 47 من التلمود. يعني وهذا لا أنتم مش مطبعين مع إسرائيل أنتم؟ أنا مطبع مع إسرائيل، الدولة التي تساعدني على الحماية الوحدة الوطنية من الصهاينة الحقيقيين الذين هم بجوارنا. لكنك أما إسرائيل لا العزيز، لحظة، خليك من البعد السياسي. أنت لا تعترف بشيء اسمه إسرائيل كدولة من ناحية اضطهاد المسلمين والفلسطينيين، أنا لا أعترف. لا، لا أنت أعترف قلت أنك لا تؤمن فقط. بالصهيونية. اسمع شوف يا اسعد، انت ذكي جدا وانا اذكى منك، انا يهودي. هذاك السؤال اللي انت بغيتي توصلوا ليه، اسمع، نهضروا شويه نفهموا بزاف، سلامة خيرك. اسمع، انا والله وتالله وكالله لا انا شوف ساتضامن واطبع مع الشياطين والجن وكل اشرار العالم للدفاع على الوطن الحبيب اللي هو المغرب، لان الغايه تبرر الوسيله. أنا وطني كان إمبراطورية لما كانت شوف، العالم العربي كامل كان عبارة عن دولتان، الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية المغربية الشريفة، فجاءت فرنسا فقسمتها هي وإسبانيا، فهمتي؟ وأنا كيهودي مغربي كانوا جدودي من عائلة ترجمان وبينتو كانوا خادمين خدام القصر، وكان من إنصاف السلاطين المغاربة أن بيت مال المسلمين كان يحكمه عدل مسلم وعدل يهودي لتحقق العدالة السماوية في عدالة الأرض في المملكة المغربية الإمبراطورية العربية الشريفة. بارك الله فيك. وكان أجدادي من عائلة إذا يا شيخ القافل، أولا تسلم لي على الوالدة، أمانة عليك، هذا في عنقك. نعم. وإذا هي في المغرب وما عندها مانع أني أزورها كيهودية مغربية، قل لها أنا مستعد أزورها. والله حتى غادي نضم لك واحد، هي شوف على فكرة، هي إن شاء الله في 3 جويي غادي تجي عندي هنايا ان شاء الله بجد ربي مولانا، غادي تجي 3 جويي 3 شهر 7. انا قبل هذا ساكون في المغرب، خليني التقي بها يا اخي ونشوف اليهود المغاربه. واذا اردت سانضم لك لقاءات مع المغاربه، وسانضم لك حتى اذا اردت مع اندري ازولاي، وكاين شارلي في مكناس وميشيل في بار ناسيونال حدا البرنس، وهناك مغاربه احرار لم يتوانوا لحظه. تمام نستقلي خلنا هذا الرحله تكون يهوديه، نخليها يهوديه بحته. ايوا بالكبار عليك اخويا العزيز، ما تبقاش تجمع المغاربه، راهم مغاربه. شوف اليهود المغاربه مكون اساسي، الله يجازيك الخير ديالك، كما ان المكون اليهودي اليمني مكون اساسي، لم يغادروا بلدهم لحتى الان، ويعيشون الفقر والاضطهاد، ولم يغادروا اليمن، ويفتخرون باليمن ويدافعون عن اليمن. على فكره انا الحمد لله كان لي بعد الله سبحانه وتعالى الفضل في اطلاق سراح يهودي يمني معتقل عند الحوثيين. استطعت بتواصلات، خدمت يعني بعض اليهود اليمنيين هنا في لندن، وقالوا يا اخ اسعد ما عرفنا نوصل للسجين، وقعدت ابحث الى ان وجدناه وطلعناه. يا اخي شاي القافله وكل المغاربه، انا اعيش في بريطانيا 20 سنه، اليهودي جاري وهذا نصراني وذاك ملحد وذاك لا ديني، مثلك كذا منوع، امك يهوديه وابوك لا ديني، وفي نفس الوقت كلكم مغاربه. انا لكم دينكم ولي دين. يا اخي ما عندي مشكله في دينك، والله العظيم قلت لك الاقيك اذبح لك خروف، ما عندي مشكله. لكن يا اخي انا كمسلم لي عدو اسمه اسرائيل، من يؤيدها هو عدوي صراحه. هذه تعربد في مسجدي، في مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نحن نأخذه. أنت كان جزء كلامك جميل، لا تعترف بالصهيونية لكنك تعترف بإسرائيل، عادي. نقول لك حاجة يا أسعد، عادي، معلومة مهمة يا أسعد، والله معلومة مهمة. هل تعلم أن اليهود في إسرائيل هناك السفارد والأشكناز
والأشكناز هم الذين يقومون بهذه المشاكل، وأن السفارات التي أصولهم مغربية لا تدخل في هذه المشاكل ولا تريد المشاكل مع المسلمين وعرب 48 وفلسطين ومصر الرسول وساحة المغاربة والبراق وإلى آخره وإلى آخره. إنهم هذوك، شوف، إنهم اليهود من أصول أوكرانيا وبولونيا وروسيا الذين لا يحبوننا. نحن المغاربة لا يحبوننا. فلا يا أخي، ارتقي بالأسلوب، ولا تجعل كل من اليهود يعني كلهم يعني على ما قلت كلهم يا أخي، لا يا شيء القافلة، بس أنا طالبت مثلا الدكتور المنار السليمي عندما يتجنى على الإخوان المسلمين لكن يلمع اليهود أخوانها اليهود المغاربة، قلت له يا أخي غربلوا المغاربة، غربلوا اليهود المغاربة. في يهود مغاربة مجرمين قتلوا فلسطينيين، هذول ضمن الكيان الصهيوني، يتقلدون سلاح ويقتلون، تبرؤوا منهم هذول. أنت أول واحد يهودي تقول أنا لا يمثلني المغربي اليهودي الذي يقتل في فلسطين. بس هذا المطلوب منكم فقط، تقدروا تعملوه. إذا فعلتوا هذا الشيء طبعوا مع إسرائيل عادي، طبعوا معها، لكن عليكم أن تعترفوا أنكم تطبعون مع كيان محتل قاتل مجرم. بس يا أخي هذا كل ما في الأمر. أنا أقول لك قدام الكل وبلغ والدتك ونستقلي مع يهود المغاربة كلهم. أنا مستعد أخلي هذا الرحلة بعد عيد الأضحى يهودية، ما أريد ولا مسلم مغربي نخليها رحلة يهودية، نجلس معاكم ونشوف عاداتكم وتقاليدكم وكيف تعبدوا وكيف تتعبدوا، ونشوف كتبكم ونشوف حاجاتكم ونتكلم معاكم عن حقكم الكتب وهذا الأمور كلها. ما عندي مشكلة يا أخي، نسق لي وراسلني تمام، أنا مستعد. وأولهم الوالدة عشان أروح أعتذر لها إن شاء الله بجد ربي مولاي. تحياتي لك يا شيخ القافلة، شكرا لك. شكرا.